يلا نعمل طاجن لحمة بالبطاطس. نزلت بالزبدة وعليها الزيت، وهنزل باللحمة واحدة واحدة، ومش هحط اللحمة على بعض عشان ما تنزلش ميتها، عايزاها بس تتحمر من على كل وش. اول ما الاقيها اخدت لون هنقلها على الجنب التاني. قطعت بصل كتير، تقريبا 4 بصلات، قطعتهم جوليان. هنزل بالتوابل، معلقة كبيرة سكر، ودي اهم حاجة عشان تكرمل البصل وتخلي اللحمة تستوي بسرعة. 7 بهارات، كزبرة وحبهان ورق لورا وفلفل اسود وقرفه وروز ميري. لو في توابل مش متوفره ما فيهاش مشكله، بس طبعا هتدي طعم حلو قوي. هقلب، واول ما البصل يكرمل معايا هنزل بشويه من صويا صوص، ودي طبعا اختياري، وهكون مجهزه ميه سخنه او شوربه لو موجود. وكل ما تشرب ميتها هنزل عليها بالميه او الشوربه لحد ما تقريبا تبقى 3/4 سوا. ابدا احط الملح، وهنا احتاجت ميه تانية ما كانتش لسه استوت قوي، نزلت عليها بالميه وحطيت لها الملح في الاخر. اعرف منين ان هي استوت؟ ادخل فيها السكينه، لو دخلت بكل سهوله وخرجت من الناحيه التانية يبقى هي كده تمام. هقطع البطاطس بالسمك ده، مش رفيعه قوي عشان ما تتهريش مني بعد ما تستوي، واحطها يا دوبك بس هي مش بتاخد سوا خالص، يعني تقريبا 10 دقايق وهتكون استوت. وممكن نعمل طاجن من غير بطاطس خالص، بس هي بتدي طعم حلو. وهكون مجهزه الفرن. هنزل في طاجن او في بايركس باللحمه وعليها البطاطس، بس هشوف الحدق بتاعها بعد البطاطس، لان البطاطس بتاخد من الملح بتاع الخضار او اللحمه. بعد ما اتاكد ان انا حطيت الملح المظبوط هحطها في الرف اللي في النص الشوايه، بس يا دوبك تحمر وشها هي والبطاطس، هي كده كده مستويه، ما خدتش وقت، تقريبا 10 دقايق على الشوايه. وقدمتها مع رز ابيض وكانت تحفه. يلا جربوها وقولوا لي ايه رايكم.